سيناريو السيزون يعني انا بالظبط، يعني انا مثلا انا سيناريو السيزون لو انا مثلا تالت واخر ماتشين قدرت ابقى تاني، احنا هنبقى مبسوطين جدا واحنا في فاينل كونفدراليه. معاك ان السكواد ضعيف، معاك ان مفيش اوراق ليك، معاك ان انت كان عندك ازمات ماليه، معاك ان كان في لخبطه، معاك ان المدرب في الاول كان وحش، معاك حاجات كتير جدا. بس بعد دلوقتي ما تبقاش المبرر ليك، لا طبعا، لان انت اساسا انت عديت الصعب كله. بالظبط. فانت ما تجيش في الحته وتيجي تقول لي اصل كانت ما في عنديش مشاكل. بقى فرقه، لا طب ما انت ما بقالك 10 ماتشات بتكسب. بالظبط، ما عنديش انا الحته دي خالص. مش مبرر، مش مبرر. انت دلوقتي حاططني في زون ان اي بطوله هتخسرها مش مبرر، سواء كونفدراليه سواء دوري. بص انا جمهور، انا واحد من جمهور. انا بالنسبه لي هتكلم طبعا فني، بس انا هتكلم زي ما انا بتكلم دلوقتي. انتوا وصلتوا نفسكم لمرحله ان انتوا دلوقتي معلش بقى، مش هقول لك بقى ان انت تزعل جمهور، مش هتقول لك ان انت تزعل مش عارف ايه، مش هقول لك ان انت نفسك كلاعب انت هيتقل منك، مش من الجمهور، من الاعلام الموالي للفريق التاني. انت بص، مهما انت برضه انت كنت اول وفي اخر ماتشين ما كسبتش برضه انت مستواك واقع. انت انا وانا في اسوأ حالاتي كسبتك. انا بتكلم انت بقى كلاعب، انت كبني ادم، انت نفسيا هتتصدر ان انت على الله. مفيش. هي دي النقطه اللي انا عايز العب. انا عايز اللعيبه تنزل ماتش سموحه ده تغل. انا عايز اخد بطوله، اللعيبه لازم يبقى عندها الموتيف بتاع انا عايز بطولة. تغل، انا عايز تغل. انا ان انت معانا، احنا يعني معانا في الفكر، معانا في دماغنا ان احنا عايزين نكسب، مش حاسس انت منعزل.